السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا نورة حسن، ولو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم مني كل جديد دايما، وما تنسوش تعملوا لايك لو الوصفة بتاعتنا عجبتكم، وتكتبولي في التعليقات بتتابعوني منين والوصفة عجبتكم ولا لأ. ولو عايزين مني وصفات مختلفة اكتبولي في التعليقات لو عايزين مني اعمل لكم حاجة معينة. النهارده هنعمل مع بعض شاورما فراخ بطريقه سهله وبسيطه جدا مع شويه رز كده، بس طعمهم تحفه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الطريقتين، طريقه الشاورما وطريقه الرز. دي طريقه سهله وبسيطه، ويعني الاكله دي سريعه جدا يا جماعه، وما بتاخدش وقت. لو انتي مستعجله او عايزه تعملي اكله بسرعه وبتشتغلي وكده وراجعه من الشغل تعبانه عايزه اكله سريعه، فالاكله دي هتنجز معاكي جدا في الوقت. انا قطعت الفراخ كده قطع صغيره زي ما انتوا شفتوا، مكعبات كده بس مش صغيره قوي، يعني كبيره شويه. وقطعت بصلايه كده متوسطه، وفلفل الوان كان عندي قطعت من الفلفل اللي كان عندي، يعني احمر واخضر واصفر، قطعت كده الوان. بعد كده هنا حطيت معلقه من السمنه كده كبيره، وحطيت نزلت بالبصله، حطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهنقلب كده كويس جدا. وبعد كده لما البصل دبل كده معايا وخد تشويحه كويس، رحت حطيت عليه الفراخ زي ما انتوا شايفين كده عشان تاخد صدمه. اول ما لونها بقى كده بيبدأ يغير الفراخ، وبعرف ان هي خلاص كده، بصوا كده هي خدت صدمه خلاص واتشوحت من الجنبين كويس جدا. ترشي بقى عليها التوابل بتاعتك، حطيت ملح وفلفل اسود وشويه من القرفه، شويه من الكاري، وشوية صغيرة كده من الكزبرة الناشفة، ورشة كمون بسيطة. وهنقلب بقى كده. بجد ريحتها تحفة وطعمها اقسم بالله جامد يا جماعة، لازم تجربوها. هحط بقى هنا كده الفلفل الالوان، شايفين خطيرة. هحط بقى كده عليها فنجان كده مية بس كده، يعني غطيها كده شوية بشوية مية يا دوبك كده، بس المية تبقى في سواها مش اكتر، وسيبيها بقى على نار هادية كده تشرب المية براحتها وتستوي كويس جدا. جيت هنا كده بقى في حلة تانية، حطيت معلقة من السمنة وبصلاية كده صغيرة، طبعا على حسب بقى كمية الرز اللي انت عاملاه. انا كنت عاملة حوالي كوباية رز تقريبا. هنا كده الفراخ كنت عايزة اوريكم ان هي خلاص لما قربت ان هي تتشرب المية بتاعتها ودخلت خلاص في استوى، قربت تستوي خلاص، رحت عصرت عليها كده نص ليمونة. تمام. وهنا اهو كنت بقلب بقى البصلة بتاعة الرز، والفراخ هنا كده كانت خلاص بقى استوت معايا، طفيت عليها بقطع كده بالمعلقة قطعة من الفرخة، فبلاقيها بتتقطع معايا بكل سهولة، بعرف ان الفراخ استوت. حطيتها هنا كده بقى في طاجن كده، وهدخلها او في صينية زي ما تحبي، يعني حطيها في اي حاجة كده ودخليها تاخد لون تحت الشواية. انا دخلتها في الفرن وشغلت عليها كده الشواية، خدت لون ذهبي حلو جدا. هنا بقى كده البصلاية خلاص هي بدأت ان هي تاخد لون، فبدأت ان انا احط عليها ملح وفلفل اسود وقرفة، وبرضو شوية من الكاري والكزبرة وعيدان قرنفل وواحدة من الحبهان. كل الحاجات دي بقى كده، ونشوح الكلام ده كله مع بعض كده، نخلي البصلة تكمل تشويحة في التتبيلة دي. وهنا كده حطيت نص مرق الدجاج، لو عندك ورق لورا حطي كمان. بصوا ده شكلها خلاص. هنا كده البصلة بقى لونها ذهبي، مش عايزينها تتحرق او تغمق قوي يا جماعة، احنا عايزينها ذهبي كده فاتح كده حلو زي ما انتوا شايفين، عشان الرز بتاعنا ما يبقاش غامق ويبقى يعني البصلاية تمرر الرز. بس كده هبدأ بقى ان انا اشوح الرز كويس جدا الاول كده على النار دقيقة كده مثلا تقليب، وبعد كده نبدأ ان احنا نضيف له المية. طبعا حطينا مرق الدجاج، فهدوق بعد كده الملح، مش هحط ملح كتير لان طبعا مرقة الدجاج بتبقى حادقة، فتخلي بالك من النقطة دي كويس جدا.
انا هنا كده كنت حطيت شوية من الملح وقلبته كده ودقته لقيت طعمه كويس جدا، فخلاص بقى هسيبه لحد ما يتشرب، وبعد كده هنهدي عليه خالص، نديله تقليبه ونهدي عليه ونسيبه لحد ما يستوي براحته. وهنا كده الفراخ كانت خدت خلاص لون ذهبي من فوق واستوت وبقى لونها تحفة جدا يعني. والرز كمان هنا اهو خلاص استوى، بجد طعمه حلو جدا جدا، اتمنى ان انتوا تجربوه، هيعجبكم جدا طعم الرز ده بالطريقة دي تحفة يا جماعة بجد. والشاورما كمان بجد طعمها خطير، لازم تجربوها. والفلفل الالوان مديها شكل كده حلو جدا، وفي نفس الوقت بيخلي طعم الفراخ حلوة قوي، فلازم تجربوها ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم. طبعا تقدروا ان انتوا تقدموا الشاورما مع رز بشعرية او رز ابيض او رز زي ما انا ما عملت كده، وممكن بالعيش او يبقى سندوتشات زي ما تحبوا، هي ينفع تتقدم بكذا طريقة، ممكن جنب بطاطس محمرة وشوية رز وسلطة، يبقى الدنيا كده تمام قوي. بجد كان طعمها تحفة جدا جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي علشان يوصلكم مني كل جديد دايما. بحبكم قوي واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.